ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه يا قمرات؟ وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. رمضان كريم وروتين جديد ويوم جديد في رمضان، والنهارده بدأت معاكم بالسحور. وبما اني يا بنات ما بعملش سحور كده كتير، وما بعملش يعني سحور ان انا اعمل اكل كده ونقعد ناكل، يعني ما بصراحة بستسهل كتير وبعمل سندوتشات. فالنهارده بما اني بعمل سحور فقلت لا، دي فرصة ما تتفوتش، تعالوا بقى نصور مع بعض كده اوريكم انا بعمل ايه في السحور. بصوا بقى يا حلوين، العلب اللي انتوا شايفينها دي اللي انا كنت عامله لها الانبوكسنج معاكم. الطقم ده يا بنات اخد قلبي بجد، فلو انت عروسه او ست بيت بجد ما تفوتيش الطقم ده. العلب بتاعته كمان حجمها يا بنات خطير، يعني شايفين الحجم اللي انا حاطه فيه الجبن ده فظيع بجد. واسهل حاجه بقى ان انا يا دوب بشيل الغطا واحطها على السفره كده وقت الغدا، وبعدين برجع اغطيها وادخلها التلاجة تاني. مش متعبه بقى ومفيش مواعين واطباق وكده. وكمان يا بنات هي في التلاجة شكلها خطيره، مشيكه التلاجة، ايه مخليها تلاجة بنت الناس كده يعني. فبصراحه ما تترددوش لو حد عايز يشتري الطقم ده. فزي ما انتم شايفين كده طبعا الزبادي، وهو اساس سفرة رمضان واهم حاجة، علشان يا بنات الزبادي بيخلينا ما نعطش تاني يوم. فحتى لو انت مالكيش تقل عليه حاولي تاخدي منه معلقتين كده، لانه بجد هيفرق معاكي كتير يعني. وحطيت مربى برضو. وما تكتروش يا بنات من السكريات على السحور علشان السكريات بتعطش. وجبنه وطماطم طبعا دي اساسيه في اي بيت. وبرضو يا بنات انا عندي علبه صغيره كده، بفضي لو اتبقى معايا شوية ولا حاجة بفضيها في العلبة دي وبخليها لتاني يوم ازود عليها يعني. وطبعا زيتون وده اساس. قولوا لي بقى يا بنات، بتتسحروا ايه؟ بتكسلوا زي كده وتعملوا سندوتشات، ولا انتوا بتحبوا تقعدوا تعملوا سحور كده وتتسحروا؟ انا عارفة ان في بلاد عربية، مش عارفة مش عارفة فين بالظبط، بس بتهيألي السعودية او في اماكن بتعتبر السحور هو الوجبة الاساسية، يعني بيتسحروا رز وفراخ وعارفين اكل كده يعني. تقريبا على ما اعتقد كنت شفت كده كام فيديو، يعني السحور عندهم مختلف. انتوا قولوا لي بقى دلوقتي وانتوا سامعيني كده، الناس اللي في البلاد العربية حبايب قلبي اللي منوريني ومنورين قناتي، انتوا بتتسحروا زينا كده؟ يعني احنا عندنا اساسي على السحور الفول مثلا والفلافل او الطعميه، الجبنه بطماطم، الحاجات دي عندنا اساسيه. فانتوا قولوا لي بقى، انتوا عندكم السحور زينا كده برضو جبن، ولا انتوا فعلا بتتسحروا رز وحاجات كده يعني؟ المهم يا حلوين زي ما انتوا شايفين كده، جيت دلوقتي بعمل الطعميه. والطعميه انا بعملها في البيت يا بنات عشان تبقى سخنه وقت ما نيجي نتسحر، لان طبعا السحور دلوقتي ميعاده متاخر يعني. فما بحبش اشتري الطعميه جاهزه وتكون بردت على ميعاد الاكل يعني. وهنا بحب احط برضو طبق شيبسي كده على على عشاء. وفوكس ده يا بنات حلو قوي، وده مقاطعه على فكره يعني. ده تشتروه بديل للشيبسي عادي. وشوية عسل وطحينة عشان عندي البنات بيحبوه. بس خلوا بالكم يا بنات، يعني المخللات والسكريات الاتنين ما تكتروش منهم على السحور، علشان بجد هما يعني بيعطشوا، يعني مش هيبقوا احسن حاجة. بس وده السحور بتاعنا. وعملت بيض وعملت فول كمان. وده السحور المتواضع الجميل بتاعنا. قلت اشبر عليهم بما اني ما بعملش يعني سحور كل يوم، فاوريهم امكانياتي لا يكونوا فاكريني يعني اي كلام. لا يا جماعه احنا جامدين برضو، لما بنعمل يعني حاجات جامده. وادي الطعميه بتاعتنا بعد ما خلصت وقطعت جنبها طماطمايه كده وبس يا حلوين. هو ده السحور بتاعنا الجميل البسيط الخفيف. والفول ده اهم حاجه يا بنات، يعني اهم حاجه على السفره كده. نحط الفول عشان الفول ده مسمار البطن، لازم ناكل فول كده علشان نقوم تاني يوم شبعانين يعني. وهنا بقى يا بنات بصور معاكم كده تاني يوم. انا اول ما قمت من النوم ما قدرتش انزل بصراحه، فكلمت فيه واحد بتاع خضار وفاكهه انا بتعامل معاه يعني، فبكلمه بيبعت لي الحاجات. وبصراحه يا بنات بيبعت لي الحاجات تحفه بجد، كاني انا اللي نازله منقيها بنفسي يعني بصراحه فظيعه. فانتوا بجد في اوقات الحاجات دي بتبقى احسن ان انت تنزلي في الصيام وتطلعي وتتفرهدي وكده. الموضوع ده لو انت تعرفي حد ثقه بيبقى حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان كمان في اوقات ببقى انا يعني اطلب حاجه مثلا وتبقى عنده مش كويسه او بايظه او كده، فيقول لي لا بلاش، الشويه اللي فاضلين عندي مش حلوين. فبجد يعني ناس محترمه جدا وشايفين الحاجه بجد خطيره، ما بتجيليش حاجه فيها حاجه بايظه ولا اي حاجه. والمهم يا بنات جبت بقى كمان فراولة علشان انا عايزة
اعمل فراولة عصير، فعايزة اشيل كده يعني عندي الكيلو ده عايزة اعمله على كام كيس كده واشيله في الفريزر للعصير. وجبت موز كمان عشان بحب قوي اعمل الخشاف اللي هو الفراولة والموز، ده بيبقى حلو قوي قوي يا بنات في الصيف وفي الوقت اللي احنا فيه ده. ما هو ما ينفعش رمضان يبقى كله حلويات كده، مش نافع خالص يا جماعة. كتير كتير رمضان حلوياته خطيرة خطيرة وبتطخن وهنروح في حتة صعبة يعني. فعايزين ايه يعني نخف شوية حلويات من حلويات رمضان دي ونتجه بقى للفواكه شوية. فقلت اعمل الخشاف ده بيبقى حلو كده وجميل في التلاجة مش هيضر يعني. بس المهم يا بنات، وبعدين جبت خضرة بقى وجبت حاجات، قلت ايه وده بصل ابيض، ما بجيبش بصل احمر يا بنات. انا بجيب بقالي فترة بجيب بصل ابيض، هو تقريبا ب25 جنيه. البصل الاحمر غالي بصراحة، وانا مش شايفة فرق يعني فظيع ان انا اجيب البصل بالسعر ده يعني. هو بالنسبة لي زي الاحمر يعني حلو جدا. المهم يا بنات بقى، عايزه اقول لكم يا بنات ان احنا عايزين ننتهز ايام رمضان الجميله دي، فرصه يا بنات ان احنا نركز على عباداتنا، وان احنا نلتزم بالصلاه، ان احنا ندعي كتير قوي، ان احنا اي عمل خير هنعمله الايام دي بجد هيتحسب لينا اضعاف. يعني انتوا متخيلين اي حاجه حلوه انت بتعمليها في الايام العاديه لما تعمليها بقى في ايام رمضان دي هتفرق معاكي جدا. هنا يا بنات بوريكم بقى الطريقه بجد اللي بتحافظ لي على التلاجة دايما نظيفه يا بنات، وبجد لو عملتوا الحركه دي هترتاحوا. انا يا بنات لما بجيب خضار لازم بنضف الدرج بتاع الخضار الاول زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ابص فيه ايه اللي فاضل عندي، طب ايه اللي بايظ، طب ايه اللي سليم، طب ايه اللي هينفع. يعني مثلا الفلفل ده لقيته بايظ كده ومش حلو، فخلاص هرميه، انا جبت فلفل غيره. الطماطم لا، لقيت الطماطم فيه كام واحده كويسه فشلتها مثلا على جنب وهخليها فوق عشان استعملها هي الاول. انا دايما بعمل كده يا بنات، ما بجيبش الخضار احطه على الخضار القديم، وبعدين بفضي بقى كل الدرج، ولازم بمسحه الاول مسحه كده زي ما انتم شايفين. وانا يا بنات ما بغسلش الخضار قبل ما بحطه في التلاجة بصراحه، يعني انا بحس الموضوع ده بيبوظ الخضار. انا عن نفسي بحط دايما الخضار في التلاجة، ووقت ما بحب ان انا استعمله بطلعه اغسله على طول واستعمله في نفس الوقت. بحب دايما احطه كده وبقفله علشان الرطوبه بتاعت التلاجة ما تخلوهوش يبوظ بسرعه يعني. وانا ما عنديش اطفال هيمدوا ايدهم في التلاجة يطلعوا الحاجه وياكلوا من غير ما يغسلوا. يعني انا الحمد لله عندي البنات كبار وعارفين اي حاجه في التلاجة لازم تتغسل الاول. هنا بقى كان عندي الليمون والطماطم دول يا بنات، كانوا دول عندي قدام فطلعتهم هم الاول فوق علشان استعمل منهم الاول يعني. الحركه دي مريحاني. وعايزه اقول لكم يا بنات زي ما انتم شايفين كده مكان الدرج انا شلته خالص وبنضف تحته. والله العظيم يا بنات الطريقه دي بتخلي دايما التلاجة بتبرق. اصل ايه اللي هيتوسخ في التلاجة؟ يعني هي التلاجة من فوق عندي مفيش فيها حاجة تتوسخ، واكتر مكان بيتبهدل هو الدرج ده. ولو عملتي كده على طول ان انتي كل ما تجيبي خضار تشوفي كده الدنيا عندك ايه وتظبطي الدرج وترجعي تنضفي وتحطيه تاني، بجد يا بنات هيفرق معاكم جدا ومش هتحسوا ان التلاجة بتتوسخ ابدا معاكم. بس ما خدش وقت يعني، انا في ثانية بجد والله ما خد وقت، ده وانا واقفة في 5 دقايق كنت مخلصة وحاطة الحاجة وخلاص رصيت حاجتي زي الفل وتمام وخلصت خلاص يا بنات. وهنا بقى قلت أبدأ في الغدا يا بنات. فاكرين البوفتيك ده كنا احنا عملنا له التتبيلة بتاعته مع بعض قبل رمضان. حبايبي بقى البنات حبايبي اللي متابعين أكيد عارفين، اللي كانوا معايا ومتابعين معايا فيديوهات التفريزات اللي قبل رمضان. كنت انا يا بنات جبت الكيلو ده مع اللحمه بتاعت الشهر اللي فات وكنت تبلته وحطيته، قلت ايه علشان اعمله في رمضان. المهم يا بنات ده كيلو انا يعني انا بتبل البفتيك يا بنات، بحط له بصلتين كبار وبحط شويه فلفل وشويه ملح وفقط لا غير. انا ما بحطش اي حاجه تانية على البفتيك يا بنات. والبفتيك اهم تركه فيه واهم حاجة لازم تاخدي بالك منها انك تصفي المية بتاعته كويس جدا جدا. وبرضو يا بنات البفتيك ما بيحبش ابدا انك تحطي فيه توابل كتير. الملح والفلفل احلى حاجة فيه يا بنات. وريتكم اول واحدة وانا بعملها كده بالتصوير البطيء عشان الناس اللي بتقول ان البفتيك بيفك معاها يا بنات، وبنات كتير جدا بتقول الموضوع ده. صدقوني لو عملتوا كده عمر البفتيك ما هيفك معاكم، وانا هوريكم في الفيديو كمان. انا صورت لكم بعد ما حمرته، مش عايزه اقول لكم طلع عامل ازاي. فيا بنات انا اهم حاجه ان انت زي ما انتم شفتوا كده انا كسرت بيضتين عليه في الطبق وقلبتهم معاهم. وبعدين
يعني وانت بتحطي عليه البقسماط حاولي تتكي عليه جامد على قد ما تقدري، يعني اتكي عليه جامد. والطبق اللي هناك ده يا بنات انا بين كل طبقه، يعني انا رصيت اول طبقه بحط كيس لان انا لسه هدخله التلاجة. ودي حركه مهمه فوق ما تتخيلوا يا بنات، هي دي اكتر حاجه بتساعد ان الطبقه بتاعه البقسماط تمسك كويس جدا. وتاني حاجه طبعا ان ما تبقيش حاطه بصل فيه، لان البصل بيعمل ماده عازله. قطع البصل، البفتيك لازم يكون متصفي كويس جدا جدا، مفيهوش اي حاجه تعمل عازل بين اللحمه وبين الطبقه بتاعه البفتيك. زي ما انتم شايفين كده بمسك قطعه البفتيك وبتك عليها، بحط عليها البقسماط وبتكها كويس وبغطيها بالبقسماط كويس. وبعدين بحطها في الطبق وبعدين بدخلها التلاجة شويه. لازم حركه التلاجة دي يا بنات مهمه جدا فوق ما تتخيلوا، لان هي اللي بتخليها تمسك. مش لازم الفريزر، انا كنت حطاها في التلاجة بس سيبوها شوية اقل حاجة ساعة مثلا في التلاجة علشان تاخد وقتها كده وتمسك كويس يعني. المهم بقى يا بنات، ده كيلو البفتيك كامل يا سارة؟ لا طبعا ده مش الكيلو كامل، الكيلو ده انا واخدة منه كام واحدة كده. هوريكم يا بنات انا هعمل بيها ايه، بس انا متبلاها من نفس التتبيلة، يعني انا حطيت الكيلو كله متبل، اخدت منه بس كام واحده كده عشان انا عايزه اعمل بيها حاجه تانية. لان يا بنات لو انتوا عندكم اطفال او عموما وقت الصيام بحس ان احنا محتاجين شوربه دايما كده او سوائل جنب الفطار يعني. فانا اخدت بقى الكام حته بفتيك دول هعمل بيهم حاجه كده تعجبكم برضو قوي جنب الفطار، وهي حاجه خطيره وتحفه يا بنات. وانا دايما بعمل عندي البفتيك كده وبيطلع في حته تانية. هنعمل بقى يا بنات البيكاتا او البيكاتا، انا مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه، واتيفر مش مشكله يعني. المهم يعني انا بحبها جدا جنب الاكل. وهي يا بنات بتحتاج دايما تتعمل بشرايح لحمه او فراخ ما تكونش سميكه، لانها ما بتاخدش وقت في التسويه اصلا يعني. اللحمه دي يا بنات انا متبلاها من نفس تتبيله البفتيك، يعني اللحمه دي متبله اصلا. كل اللي انا بعمله يا بنات اني بسخن الطاسه كويس جدا جدا جدا، وبنزل فيها قطع البفتيك اللي معايا دي او اي بقى لحمه عندك، يعني هو عايز قطع لحمه بس طبعا تكون اللحمه دي ما بتاخدش وقت في السوى، لان هو مش محتاج لحمه كبيره او تكون بتتاخر في السوى يعني. وبعدين يا بنات انا عايزه من اللحمه دي انها تاخد صدمه، بنزلها والطاسه سخنه جدا تاخد لون، وانا مش عايزه اكتر من كده. انا ما بسويهاش، او هي عموما في الحركه دي يعني بتستوي، لان قطع اللحمه طبعا صغيره، فمجرد ما بتنزليها في النار على طول بتستوي. شايفين بقى يا بنات انا عايزه اللون ده، انا عايزاها تاخد لون وتبقى خطيره كده. بس يا بنات دلوقتي بقى انا بعمل ايه في نفس الطاسه اللي انا حطيت فيها اللي انا يعني حمرت فيها اللحمه بتاعتي دي. هنزل بصل. في الوقت ده يا بنات بقى لو انتوا حابين تحطوا مشروم مفيش مشكله، انا بصراحه ما يعني ملناش تقل عليه قد كده، ما بنحبوش يعني، فما بحطش فيها مشروم. انتي لو حابه بتحطيه مع البصل ياخد تشويحه كده برضو. وهنا يا بنات حطيت فص توم برضو، ما تكتريش، شوية توم صغيرين كده مع البصل، احنا عايزينه ياخد من الطعم بتاع اللحمة اللي احنا كنا محمرينها فيه. وده يا بنات مكعبين مرقة لحمة، مش مرقة دجاج، ركزي مرقة لحمة. وبس يا بنات بحطهم بياخدوا غلوتين كده. عندك بقى كريمة لباني، انا هنا حطيت كريمة لباني بصراحة. لو ما عندكيش كريمة لباني بتحطي معلقة دقيق وشوية لبن وخلاص، ولا اي مشكلة، مش لازم اصلا كريمة لباني وبتطلع تحفة على فكرة. بصوا بقى يا بنات شايفين البفتيك ما شاء الله مفيش اي حاجة فيه فكت ولا اي حاجة، تحفة. وبجد جربوه يا بنات، خطير خطير، ومن الاكلات اللي لازم تكون موجودة على سفرتك في اي عزومة. دي اكلة كده بنت ناس ومحترمة هتشرفك بجد يعني. وجربي بيكاتا هتعجبك جدا ان شاء الله. عملت رز بشعرية، والمخلل الليمون ده مامتي حبيبة قلبي وروحي هي اللي كانت بعتهولي، تسلم ايديكي يا ماما، تحفة تحفة بجد يعني. وبس كده يا حلوين، استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة يا قمرات.